بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله هندرس مع بعض النهاردة الوحدة الثانية بعنوان الطاقة، والدرس الأول بعنوان الطاقة وصورها ومصادرها. النهاردة هنتكلم عن الوحدة الثانية باسم الطاقة. الدرس الأول من الوحدة الثانية اسمه الطاقة ومصادرها وصورها. طيب، احنا لازم نخلي بالنا من نقطة مهمة جدا ونسأل نفسنا، احنا ليه بنتناول الغذاء؟ ليه الإنسان فينا بيتناول الغذاء؟ قالك لأن احتراق الغذاء المهضوم داخل جسم الإنسان بينتج عنه طاقة، وهو ده اللي بيساعد الإنسان في إن هو يقوم بجميع الأنشطة الحيوية وإن هو يبذل شغل. طيب، وبالتالي برضو فكرة السيارة إن احنا بنمدها بالوقود اللي هو البنزين بتاعها. ليه؟ لأن احتراق الوقود في داخل السيارة بينتج عنه طاقة. الطاقة ديت بتخلي السيارة قادرة على إن هي تتحرك. طيب، وبالتالي أنا أقدر أعرف الطاقة من الصور اللي قدامي في الحياة على طول هنا هو إن الطاقة هي المقدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير. تاني، تعريف الطاقة تعريف مهم، هي المقدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير. طيب، يعني ايه المقدرة على بذل شغل او احداث تغيير؟ يعني انا لو جنبي شنطة تقيلة على الارض وحاولت ان انا ارفعها لاعلى، لو انا حركتها يبقى انا كده بذلت عليها شغل واحدثت فيها تغيير لان هي موضعها على الارض. طيب، لو ما اتحركتش او انا ما عنديش الطاقة الكافية ان انا احركها من مكانها، يبقى بالتالي انا ما بذلتش عليها شغل. طيب، يبقى نعيد تاني تعريف مهم جدا معانا في بداية الدرس، ان الطاقة هي المقدرة على بذل شغل او احداث تغيير. طيب، زي ما احنا عارفين ان اي كمية فيزيائية قلنا بيبقى لها وحدة قياس. طيب، الطاقة بتقاس بايه؟ بتقاس بوحدة تسمى وحدة الجول. الجول. طيب، ايه هو الشغل او ازاي اعرف اجيب الشغل بعلاقة رياضية؟ قالك ان الشغل بيساوي القوة في الازاحة. طيب، نيجي للمثال اللي احنا لسه قايلينه، ان الحقيبة او الشنطة اللي موجودة على الارض عايز ابذل عليها شغل علشان ارفعها لاعلى، احركها وارفعها لاعلى، احطها على المنطقة قدامي. يبقى انا كده ببذل عليها شغل ان انا بقوة معينة برفعها. يعني انا لو جيت كشخص كبير وجبت طفل صغير، قوتنا اكيد مختلفة، وبالتالي الازاحة اللي انا هقدر ارفع فيها الشنطة لاعلى غير برضو الازاحة اللي الطفل هيقدر يرفعها لاعلى، وبالتالي بيختلف مقدار الشغل. يبقى القوة اللي انا ببذلها على الشنطة عشان ارفعها ازاحة لاعلى او مسافة لاعلى هي بتساوي مقدار الشغل اللي مبذول على الشنطة. ورياضيا اقدر اقول ان الشغل بيساوي القوة في الازاحة. عندنا زي ما هو موجود في المربع اللي قدامنا ان الشغل وحدة قياسه الجول، والقوة بتقدر بوحدة النيوتن، والازاحة بتقدر بوحدة المتر. ولو جينا انتبهنا للمثال اللي موجود قدامنا، وده اسئلة طبعا بتيجي في الامتحان، احسب مقدار الشغل الذي تبذله قوة مقدارها 50 نيوتن على جسم يتحرك مسافة 10 متر في نفس اتجاه تأثير القوة. يعني القوة أثرت على الجسم 10 متر في نفس اتجاه القوة، أثرت إن هو حركته 10 متر. طيب، القوة كان مقدارها قد إيه؟ مقدارها 50 نيوتن. يبقى أنا من القانون اللي احنا لسه قايلينه ان الشغل بيساوي القوة في الازاحة، اقدر اجيب مقدار الشغل لان انا عندي القوة وعندي الازاحة. القوة ب50 والازاحة ب10، 50 في 10 بيساوي 500. ودايما منساش الوحدة بتاعة الشغل اللي هي جول، وحدة قياس الشغل اللي هي جول. لو جينا اتكلمنا عن صور الطاقة ومصادرها، احنا عندنا في البيت بنقدر نلاحظ صور مختلفة كتيرة جدا للطاقة، وفي حوالينا في الحياة في المجتمع عموما صور مختلفة. طيب، زي ايه صور الطاقة؟
الطاقة الميكانيكية، طاقة الوضع، طاقة الحركة، الطاقة الضوئية، والطاقة الصوتية، طاقة كهربية، طاقة كيميائية، وطاقة حرارية، وكمان عندي طاقة نووية وطاقة المد والجزر. كل ديت صور مختلفة للطاقات حوالينا بنقدر نلاحظها. طيب احنا لو جينا اتكلمنا على مصادر الطاقة ديت بتيجي منين؟ مصادرها ايه؟ الطاقة دي مصادرها ايه؟ اول حاجة عندي مصادر الطاقة هي الشمس. الشمس دايما بتكون المصدر الطاقة على الكرة الارضية، هو المصدر الرئيسي للطاقة في الكرة الارضية. وبرضو عندي مصادر الرياح، والمصدرين دول بيبقوا مصادر الانسان ملوش دخل فيهم، ربنا خالقهم علشان يمدونا بالطاقة. وهنشوف قدام ازاي الشمس والرياح في خلال دروس الوحدة ازاي ان هما المصادر الاساسية للطاقة على وجه الكرة الارضية. طيب في مصدر تاني عندي من مصادر الطاقة هو الغذاء، زي ما احنا وضحنا في اول الدرس خالص ان الغذاء لما بيتهضم داخل جسم الانسان بيمده بالطاقة علشان يقدر يبذل شغل. يبقى الغذاء بيتهضم وبينتج عنه تفاعلات كيميائية، وكذلك الوقود داخل السيارة او داخل الطيارة، اي حاجة بيلزم لها وقود من اي آلة بيلزم لها وقود، ده برضو بيحصل فيها تفاعلات كيميائية علشان تبقى قادرة على بذل شغل. حركة المياه الإنسان برضو قدر يستغلها علشان تولد له طاقة، وكذلك التفاعلات النووية. في سؤال بيجي مهم جدا في النقطة ديت، إن تلجأ الدول المتقدمة إلى استغلال الطاقة مثل الشمس وهو يعتبر مصدر دائم، والرياح وحركة المياه وهي تعتبر مصادر متجددة. معظم الدول بتلجأ في استغلال الشمس وحركة المياه والرياح. ليه بتلجأ لهم بالتحديد دونا عن بقية مصادر الطاقة؟ لأنها تعتبر مصادر رخيصة وغير ملوثة للبيئة. احنا دايما طبعا بنهتم بنظافة البيئة اللي احنا بنعيش فيها، وبنحاول نلجأ للمصادر اللي بتبقى غير ملوثة للبيئة. طيب لو جينا اتكلمنا عن أول نوع من أنواع الطاقة عندنا في درسنا النهاردة، وهي الطاقة الميكانيكية. يعني ايه كلمة طاقة ميكانيكية؟ قال لك الطاقة الميكانيكية بتعرفها كده هي مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم. الله، احنا دخلنا كده على نوعين طاقة تانيين، طاقة وضع وطاقة حركة. طيب قبل ما نتكلم على طاقة الوضع وطاقة الحركة لازم نعرف ايه هي الطاقة الميكانيكية بالتحديد. احنا هنعمل نشاط هنحول فيه طاقة الوضع إلى طاقة حركة، والعكس، يعني هنحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة وطاقة الحركة إلى طاقة وضع. إزاي بيتم ده؟ زي الصورة اللي مرسومة قدامنا، إحنا عندنا ولد ماسك كورة شبه كرة التنس في إيده ورافعها لأعلى، ومرة واحدة ساب الكورة من إيده. إيه اللي بنلاحظه؟ بنلاحظ إن أول الكورة بتسقط سقوط حر، أول لما الكورة بتصطدم بالأرض بترجع ترتفع تاني لأعلى، ومن أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى لغاية لما تسكن على الأرض. طيب بتستمر في الصعود والهبوط. طب إيه التفسير بتاع اللي حصل دلوقتي قدامنا؟ إيه تفسير الظاهرة اللي حصلت قدامنا؟ إيه؟ قال لك إن عند رفع الكرة لأعلى فإن في شغل مبذول عليها. لما أنا أمسك الكرة وأرفعها لأعلى، أعملها بإيدي لفوق زي الولد كده أهو، ففي شغل مبذول على الكرة. الشغل دوت اتخزن داخل الكرة على صورة طاقة وضع. طيب أول أما الطفل ساب الكرة بدأت تتحرك، يبقى بالتالي طاقة الوضع اللي موجودة في الكرة اتحولت هنا لطاقة حركة، طاقة الوضع هنا اتحولت لطاقة حركة هنا. كلام جميل كده. طيب وبعد كده بتبدأ تنزل على الأرض وضع، تطلع حركة، تنزل على الأرض طاقة حركة، تطلع فوق طاقة تسكن، تحس ان هي بتسكن كده للحظة في الهواء قبل ما تبدأ تنزل تاني لأسفل، ودي بتسمى طاقة وضع. يبقى عند سقوط الكرة لأسفل تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة، ولما ترتد الكرة لأعلى بتتحول الحركة إلى طاقة وضع، وهكذا.
بنلاحظ ان عند اقصى ارتفاع بتصل اليه الكوره اللي هي بتكون طاقه الوضع، بتكون ساعتها كل الكوره مختزن فيها، الشغل مختزن في الكوره على هيئه طاقه وضع، ووقتها الطاقه الميكانيكيه للجسم اللي هو الكوره، الجسم المتحرك اللي هو الكوره، بتساوي في اللحظه دي طاقه الوضع. يبقى عندي الطاقه الميكانيكيه في الوقت ده بيساوي طاقه الوضع. وعند لحظه وصول الجسم الساقط الى سطح الارض، اول لما الكوره بتلمس سطح الارض، بتكون الطاقه الميكانيكيه في الحاله دي بتساوي طاقه الحركه. طب في نص المسافه ما بين الارض وما بين ارتفاع الكوره من طاقه وضع لطاقه حركه، قال لك عند منتصف المسافه الرأسيه بين نقطه السقوط وسطح الارض تكون طاقه حركه الجسم، طاقه الحركه وقتها بتساوي طاقه الوضع. ايه ده؟ الطاقتين بيكونوا متساويين؟ الطاقتين بيكونوا متساويين. يبقى الطاقه الميكانيكيه في الوقت ده زي ما قلنا من تعريفها بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع طاقه الوضع وطاقة الحركة. يبقى طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. طب ما أنا عندي طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة، يبقى إذا الطاقة الميكانيكية في اللحظة ديت لما يكون الجسم في منتصف المسافة بيساوي طاقة الوضع في 2 أو طاقة الحركة في 2، بيساوي طاقة الوضع في 2 أو طاقة الحركة في 2. طيب لو رجعنا كده للصورة دي، معنى كده إن هنا قيمة طاقة الوضع هنا بتكون أكبر ما يمكن. طب طاقة الحركة، الكرة هنا ثابتة مفيش حركة، يبقى طاقة الحركة بتساوي صفر، وبالتالي الطاقة الميكانيكية عند أقصى ارتفاع بتساوي طاقة الوضع، لأن طاقة الحركة وقتها بتساوي صفر. طيب لما يكون الكرة عند سطح الأرض يعني في أقصى حركة ليها، بالتالي طاقة الوضع بتساوي صفر، والطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة، ايوه شاطرين، بتساوي طاقة الحركة في اللحظة ديت، لأن طاقة الوضع بتساوي في اللحظة دي بتساوي صفر. يبقى عند أي نقطة بين أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم وسطح الأرض تكون الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة وضعه زائد طاقة حركته. يعني الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. لو جينا قلنا مثال محلول، احسب الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك إذا علمت أن طاقة وضعه 1000 جول وطاقة حركته 230 جول. يبقى إذن من القانون بتاعنا أن هو الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. طاقة الوضع بنعوض عنها زي ما هو مديني ب1000، وطاقة الحركة ب230، يبقى 1000 زائد 230 يبقى الجواب 1230 جول. يبقى أنا كده عرفت أجيب الطاقة الميكانيكية. طيب لما نيجي نتكلم على طاقة الوضع، وزي ما احنا قلنا إن طاقة الوضع زائد طاقة الحركة بيديني الطاقة الميكانيكية. فما نيجي نتكلم على طاقة الوضع لوحدها هنقول إن طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبذول عليها. يعني ايه كلمة نتيجة الشغل المبذول عليها؟ أنا لو عندي شنطة محطوطة على الأرض وعايز أرفعها وأحطها على الترابيزة، الشنطة وهي على الأرض كده بتكون في حالة سكون، أنا هبذل عليها شغل علشان أحركها. طب أنا لما حركتها وجيت حطيتها على الترابيزة، هل هي لسه في حالة حركة؟ لا، هي اتحط فيها طاقة وضع، بذلنا عليها شغل والطاقة اختزنت جواها لطاقة وضع. طيب ايه هي العوامل اللي بتأثر على طاقة الوضع؟ لو بصينا هنا على التجربة اللي قدامنا نشوف العوامل اللي بتأثر على طاقة الوضع، وهي أول حاجة وزن الجسم. خلي بالنا كويس جدا من كلمة وزن الجسم. احنا لو جبنا 4 كرات متماثلة وحطيناهم على سطح الأرض، هنبدأ نرفع كورة من مستوى سطح الأرض على المكتب اللي قدامنا. تمام؟ هنكرر الخطوة، بدل ما هنرفع كورة واحدة، لا هنرفع كورتين مع بعض، وبعد كده هنرفع 3 كرات مع بعض، وبعد كده نرفع ال4 كرات مع بعض. في كل مرة هنلاحظ ان انت بتبذل مجهود اكبر من اللي قبليه. يعني لما تيجي ترفع كرة واحدة على سطح المكتب هتلاقي نفسك بترفعها بسهولة. طب لما كورتين، لا بتبذل مجهود اكتر. طب 3 تبذل مجهود اكتر واكتر، وهكذا. كل ما العدد بيزيد كل ما المجهود
اللي انت بتبذله علشان ترفع الكرات بيزيد معاك. طيب نفسر بكده ايه؟ ان هو كلما ازداد وزن الجسم، كل ما وزن الجسم بيزداد، الشغل اللي مبذول عليه علشان يتحرك لأعلى برضه بيزيد. تاني، كل ما وزن الجسم بيزيد، كل ما الشغل المبذول في تحريكه لأعلى برضه بيزيد. كل ما وزن الجسم بيزيد، كل ما بحتاج شغل أكتر علشان أحركه لأعلى. بنستنتج من كده إيه؟ إن كل ما طاقة الجسم بتزيد، كل ما طاقة وضع الجسم بتزيد، كل ما كان وزنه زيادة. يبقى تزداد طاقة وضع الجسم بزيادة وزن الجسم. كل ما كان الجسم وزنه زيادة، كل ما طاقة وضعه بتكون زيادة، ودي علاقة بتكون علاقة طردية. طيب نخلي بالنا ونلاحظ ان مفهوم الوزن بيختلف عن مفهوم الكتلة اختلاف كامل، ولكن احنا بنستخدمهم في الحياة اليومية كمترادفين. يعني ايه كمترادفين؟ يعني انت لما بتروح تشتري فاكهة او تشتري خضار، بتقول للراجل البايع، بتقول له اوزن لي، ولكن في اللحظة دي انت مش بتوزن، انت بتجيب كتلة مقدار الفاكهة او مقدار الخضار اللي انت بتشتريه. وبالتالي زي ما قلنا في أول درس خالص عندنا في المنهج، الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، ووحدة قياسها الكيلو جرام. طيب إيه هو الوزن؟ قال لك الوزن هو مقدار جذب الأرض للأجسام، مقدار جذب الأرض للأجسام، وبتقدر بوحدة النيوتن. يبقى احنا لازم نكون فاهمين الفرق ما بين الكتلة وما بين الوزن. طيب الوزن ليه علاقة بالكتلة؟ طبعا ليه علاقة بالكتلة، واقدر اجيب وزن اي جسم لو انا عارف كتلته. مش احنا قلنا ان الوزن هو مقدار جذب الجسم، مقدار جذب الارض للجسم؟ يبقى بالتالي هقول ان الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية. الكتلة بتقاس بالكيلو جرام، وعجلة الجاذبية الارضية بتقاس بالنيوتن على الكيلو جرام او بالمتر على الثانية. وبالتالي وحدة قياس الوزن بتقدر بالنيوتن. خلي بالنا من الوحدات جدا. تاني، الوزن بيقاس وحدته بالنيوتن، والكتلة بتقاس وحدته بالكيلو جرام، وعجلة الجاذبية الأرضية بالنيوتن على كيلو جرام أو بالمتر على الثانية. قيمة عجلة الجاذبية الأرضية دايما بيكون مقدار ثابت، وهو 9.8 نيوتن على الكيلو جرام. وبنبسطها على الطلاب وبنقول ان هي بنقربها لأقرب واحد صحيح، وهو بيبقى 10 نيوتن لكل كيلو جرام، عشان المقدار دوت بيجي في المسائل. طيب احنا لو جينا شفنا العوامل المؤثرة برضو على طاقة الوضع، والعامل التاني اللي هو ارتفاع الجسم. برضو هنعمل تجربة بسيطة خالص. احنا هنجيب كورة تقيلة الوزن وهي محطوطة على سطح الأرض، وهنحاول نرفع الكورة لأعلى مسافة نص متر، وهنكرر الخطوة هياها ان احنا والكورة على الأرض هنحاول نرفعها لمسافة متر، ثم هنكرر الخطوة برضو ان احنا نرفعها لمسافة متر ونص، وبعد كده لمسافات أعلى. ايه اللي هنلاحظه؟ ان انت في كل مرة بترفع الكورة لمسافة أعلى من اللي قبلها بتحتاج مجهود أكتر علشان المسافة الكبيرة تقدر ترفع الكرة للمسافة الكبيرة. يبقى يزداد المجهود المبذول بزيادة المسافة الرأسية التي ترتفع إليها الكرة لأعلى. طيب التفسير ده بيفسر إيه؟ إنما كلما ازداد ارتفاع الكرة عن سطح الأرض بيزداد الشغل المبذول في تحريكها لأعلى. يبقى كل ما الكرة التقيلة دي بترتفع لأعلى لمسافة أكبر، كل ما الشغل المبذول عليها بيكون أكبر، وبالتالي طاقة الوضع للجسم بتزيد كلما ارتفع الجسم. كلما ارتفاع الجسم كان لأعلى، كلما كانت طاقة وضعه أعلى برضه، وبالتالي برضه هي علاقة طردية. طيب نستفيد إيه من النشاطين اللي احنا قلناهم اللي فاتوا دول؟ بيتضح إن العوامل المؤثرة على طاقة الوضع عاملين مهمين جدا، هو وزن الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الأرض. وبالتالي انا من التجربتين دول اقدر اجيب العلاقه الرياضيه ان طاقه الوضع بتساوي وزن الجسم في الارتفاع اللي ارتفع له الجسم. يبقى طاقه الوضع بتساوي وزن الجسم
في الارتفاع اللي ارتفع له الجسم. طب احنا زي ما قلنا في الاول طاقة الوضع بتقاس بايه؟ بتقاس بوحدة الجول، وزن الجسم بالنيوتن، والارتفاع بيقدر بالمتر. طيب لو جينا بصينا على المثال المحلول اللي قدامي ده، لو قال احسب الفرق بين طاقة وضع جسم كتلته 10 كيلو جرام موضوع على ارتفاع 1.5 متر عن سطح الأرض، وجسم آخر كتلته 12 كيلو جرام موضوع على ارتفاع نص متر. وهنا نلاحظ ان هو بيديني عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 10 نيوتن على كيلو جرام. أنا قبل ما أحل أي مسألة لازم أكون عارف القوانين، ولازم أكون عارف هو مديني إيه في المسألة. هو مديني جسمين، جسم كتلته 10 كيلو وجسم كتلته 12 كيلو. والجسم اللي كتلته 10 كيلو موضوع على ارتفاع 1.5 متر من سطح الأرض، والجسم اللي كتلته 12 كيلو موضوع على ارتفاع نص متر. طيب أول حاجة هو عايز الفرق بين طاقة وضع الجسمين. طيب أنا عارف أجيب طاقة الوضع إزاي؟ لازم أكون حافظ القانون إن طاقة الوضع بتساوي وزن الجسم في الارتفاع. طيب وزن الجسم في الارتفاع، نأكد على القانون تاني، طاقة الوضع بتساوي وزن الجسم في الارتفاع اللي هو ارتفاع الجسم. طيب مفيش في المسألة عندي قدامي هنا هو مديني أي وزن، هو مديني كتلة الجسم الأول وكتلة الجسم الثاني، ومديني هنا عجلة الجاذبية. طيب أنا عندي قانون بيقول إن الوزن الجسم بيساوي كتلته في عجلة الجاذبية، يبقى بالتالي أقدر أجيب وزن الجسم الأول، أقدر أجيبه 10 اللي هو كتلته في 10 اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 100 نيوتن. احنا قلنا الوزن بنأكد تاني إن هو بيقاس بوحدة النيوتن. طيب وزن الجسم الثاني، وزن الجسم الثاني كتلته اللي هي 12 في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي 10 بيساوي 120 نيوتن. يبقى أنا دلوقتي عندي وزن الجسمين. طب أعرف أجيب طاقة الوضع بالنسبة للجسمين؟ طبعا أعرف أجيبها، لأن أنا عندي طاقة الوضع بتساوي وزن الجسم في ارتفاعه، وزن الجسم في ارتفاعه. الجسم الأول وزنه 100 نيوتن وارتفاعه زي ما هو مدينا في المسألة 1.5 متر، يبقى 100 في 1.5 بيساوي 150. طيب طاقة الوضع أو أي طاقة قلنا بتقاس بوحدة إيه؟ بوحدة الجول، ما ننساش أبدا الوحدة. طاقة وضع الجسم الثاني وزنه اللي هو 120 في نص متر اللي هو ارتفاعه زي ما هو مدينا في المسألة، يبقى 120 في نص بيساوي 60 جول. هو هنا بيقول لي إيه؟ احسب الفرق بين طاقة وضع جسم، عايز الفرق بين الجسمين، جسم كتلته 10 كيلو وجسم آخر كتلته 12 كيلو. طيب يبقى الفرق بين طاقة الوضع الأولى اللي هي 150 ناقص طاقة الوضع الثانية اللي هي 60، يبقى الإجابة في الآخر 90 جول. منساش ونأكد منساش التمييز بتاع كل وحدة قياس. طيب احنا كده اتكلمنا على طاقة الوضع اللي هي، نرجع نفكر تاني ان طاقة الوضع هي جزء من الطاقة الميكانيكية اللي احنا قلنا طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. طيب نتكلم على الجزء اللي هو طاقة الحركة. ايه هي طاقة الحركة؟ قال لك طاقة الحركة هو الشغل المبذول أثناء حركة الجسم. طاقة الحركة هو الشغل المبذول أثناء حركة الجسم. طيب في عوامل بتأثر على طاقة الحركة؟ طبعا في عوامل بتأثر على طاقة الحركة. طيب لو جبنا سيارتان مختلفتان الكتلة تتحركان بسرعة متساوية، أي من هاتين السيارتين تحتاج لبذل شغل أكبر لإيقافها؟ أنا عندي السيارة الكبيرة في الكتلة زي السيارة اللي هي بنسميها التريلا الكبيرة والسيارة الصغيرة. لو في اتنين ماشيين بسرعة متساوية أنا هحتاج شغل عشان أوقفهم. طب أنهي سيارة هتحتاج شغل أكتر؟ طبعا السيارة الكبيرة في الكتلة. السيارة الأكبر في الكتلة تحتاج شغل أكتر لإيقافها. يبقى إذن طاقة حركة الجسم بتزيد بزيادة كتلتها. يبقى كتلة الجسم من العوامل المؤثرة على طاقة الحركة. طيب العامل الثاني هي سرعة الجسم. لو جبنا سيارتان نفس الكتلة، كتلتهم واحدة
جبنا سيارتان متمثلتان في الكتلة بتتحرك، كل واحدة فيهم بتتحرك بسرعة مختلفة عن التاني. أنهي سيارة من دول هتحتاج بذل شغل أكبر عشان نوقفها؟ قال لك طبعا السيارة الأسرع. السيارة اللي ماشية بسرعة أعلى هي اللي بتحتاج لبذل شغل أكثر لإيقافها. يبقى بالتالي طاقة حركة الجسم بتزيد بزيادة السرعة، بتزيد بزيادة السرعة. يبقى عندي العوامل اللي بتأثر على طاقة الحركة هي كتلة الجسم وسرعة الجسم. كتلة الجسم وسرعة الجسم، كلما كان كتلة الجسم أكبر كلما كانت طاقة الحركة أكبر، كلما كانت سرعة الجسم أكبر كلما كانت طاقة الحركة أكبر. وبالتالي عندنا في القانون يمكن حساب طاقة حركة الجسم بالعلاقة الرياضية الموضحة قدامنا، اللي هو نص كتلة الجسم في مربع السرعة. الكتلة مضروبة في نص في مربع السرعة أو السرعة تربيع. طيب نتيجة نوضح بمثال رياضي. قال لك احسب طاقة حركة الجسم، كتلته 5 كيلو جرام وسرعته 10 متر على الثانية. طيب هو عايز ايه؟ عايز طاقة الحركة. طب انا عارف القانون بتاع طاقة الحركة، طبعا لو نص الكتلة في السرعة تربيع. طيب الكتلة عندي بكام؟ ب5 كيلو جرام، يبقى نص في 5، ومربع السرعة بكام؟ ب10، يبقى 10 تربيع اللي هي 10 في 10، يبقى نص في 5 في 10 في 10 يديني الناتج 250 جول. وبكده أنا قدرت أحسب طاقة حركة الجسم. وكده يكون انتهى الدرس الأول بتاعنا.